سلام معاكم المعتز ستار. روق 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 يا حبيبي، روق على راحتك. مقطع اليوم مثل ما شفتوا من العنوان غير عن كل المقاطع. مقطع اليوم أبيك تاخذ أنفاسك، تاخذ نفس عميق، لأنك راح تدخل في كميات كبيرة من الرعب. تقول ما تخاف صح؟ تقولي ما تخاف صح؟ راح تخاف كثير. نصيحة مني، ركز معاي، استرخي جسديا، وإذا كنت صغير في السن أو قلبك ما يتحمل لا تتابع المقطع معاي. عموما قبل لا أبدأ، قناة صاحبي بالوصف، أتمنى أنكم تدخلوا على قناته وتشتركوا معاه، يستاهل، لا تقصرون معاه من ناحية الاشتراكات. إنسان طيب ينزل مقاطع حلوة. عموما إذا كنت تشوف الحين المقطع وما مشترك لا تنسى تشترك معاي في القناة، ولا تنسى تضغط زر اللايك وتفعل الجرس اللي جنب كلمة الاشتراك، لأنه أهم شيء تفعل الجرس عشان يوصلك إشعار كل ما أنزل مقطع جديد. المهم ندخل معاكم في سكة الرعب وقصة الرعب الخيالية لمقاطع ليس لها تفسير أبدا، مقاطع ما لها تفسير. شوف وخاف يا حبيبي. قلت لي ما تخاف صح؟ راح تخاف. المهم ندخل في أول مقطع. خذ نفس عميق وشوف المقطع. كانت وحدة جالسة، مدري تحضر شو بالضبط، كانت جالسة في مكان ومقفل الباب على نفسها، في قدامها كراسي وطاولات. ففجأة صارت هذه الكراسي وهذه الطاولات تتحرك، من ما أدى إلى أغماء هذه المرأة اللي كانت جالسة داخل الغرفة. ما بضيع عليكم المقطع، شوف المقطع بنفسك، اترككم مع المقطع. شفتوا كيف؟ صراحة المقطع غريب جدا. يعني البنت وصلت لدرجة الإغماء، أصبحت كل الكراسي والطاولات تتحرك لحالها. شيء يحرك فيك نوع من الخوف. أدري لازم تكون خايف. المقطع الثاني عن كانت تصور بنتها، ففجأة خرجت طفلة غريبة من وراء الباب. كيف وليش ومن هذه الطفلة ما ندري. الحين ركز معي، راح تشوف المقطع، تحس ببرودة في أطراف أصابعك، تحس أنه أحد جنبك وأحد يراقبك. شوف المقطع. طبعا هذه الطفلة ظهورها ما كان له تفسير أبدا، مثل ما شفتوا الأم وبنتها هربا من البيت، خايفات مذعورات، فنسأل الله السلامة. ننتقل للمقطع الثالث. المقطع الثالث، رجل كان يسمع في بيته أصوات مخيفة وكان ما ينام طول الليل. فإيش عمل هذا الرجل؟ ركب كاميرات مراقبة وخرج من البيت. شوفوا إيش صار بالضبط في المقطع، أترككم مع المقطع.
مثل ما شفتوا كمية الغرابة وكمية الشك وكمية الظنون، كيف صارت هذه الأشياء، كيف تحدث. يا جماعة نحن مسلمين، أتمنى أنكم ترطبوا ألسنتكم بذكر الله، تقروا القرآن دائم. نصيحة مني، ننتقل للمقطع الرابع. وقبل ما ننتقل للمقطع الرابع، نصيحة مني، إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة لا تشوف المقطع، تحذير، لا تشوف المقطع، لأن المقطع فيه نوع من الرعب، نوع من التعذيب. طبعا هذا المقطع انتشر كثير في فترة من الفترات، فاللي يقول أنه هذا الشيء اللي صار نوع من العلاج، واللي يقول أنه هذا الشيء اللي صار نوع من التعذيب. أترككم مع المقطع، وآخر تحذير، إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة لا تشوف هذا المقطع. مثل ما شفتوا هذا الرجل كان يتعذب، بس ما أدري إيش اللي كان بالضبط على جنبه. رجله مثل ما شفتوا غريبة، فصراحة شيء مرعب جدا، مرعب جدا. أتمنى أنكم خفتوا في هذا المقطع بالقدر الكافي. المهم مرة ثانية، إذا عجبك المقطع لا تنسى تضغط لايك، إذا ما عجبك المقطع اضغط ديسلايك وخبرني ليش ضغطت ديسلايك، ولا تنسوا تشيكوا على قناة صاحبي وتشتركوا معاه. وأشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد بكرة. نسيت أقولكم شيء، مقاطعي راح تكون كل جمعة وسبت من كل أسبوع على الساعة 2، وراح تكون فترة من الفترات معي اختبارات، وممكن أسحب على قناتي لحد ما أخلص. أشكركم على متابعتي، وسلام.